أصعب قرار قررته إنه أقطع السكر من البيت، خصوصا إنه عندي أطفال. لكن مجرد ما شغلنا الجمجمة اكتشفنا إنه أكو هواية بدائل نقدر نسويها بالبيت، أطيب وصحية، خالية من المواد الحافظة وخالية من السكريات. واحدة من عندهن هي الآيس كريم مال الفواكه. وخلي أعرفكم على هذا الجهاز الحلو اللي يساعدني بشكل يومي، يعني مدة أسوي لأطفالي آيس كريم صحي عبارة عن فواكه، بس فواكه، أي فواكه مجمدة، تفاح، عرموط، مانجا، توتيات، الموز، الأفوكادو، أي شيء متوفر عندكم مجرد ما تجمدوه وتحطوه بهذا الجهاز يطلع بهالشكل هذا اللي تشوفوه. آيس كريم طيب وصحي وسهل جدا، ب5 دقائق يكون جاهز. والأحلى من كل هذا إنه أطيب من الجاهز حتى، كلش طيب طعمه، كلش منعش، طعمه خرافي. انتوا راح تستفادوا من عنده، لأنه جماعة الدايت وخصوصا جماعة الكيتو تقدرون تسووا من هذه التوتيات اللي هي كربوهيدراتها كلش قليلة، تقدرون تسووا من عندها آيس كريم صحي لكم. وإذا هذا الجهاز ما متوفر عندكم تقدرون تسووها بست البيت أو الخلاط أو بلندر أو أي شيء متوفر عندكم يهرس الفواكه. شوفوا النتيجة بالنهاية شلون طلعت. عادة أجمد أنواع مختلفة من الفواكه ونفس النتيجة راح تطلع كلش طيبة. هنا أنا ضفت أني شوية موز ويا مجموعة توتيات، بس اللي سويت بس شوية فراولة وشوية من هذه البلو باريز أو الروزبري، ما أعرف اسمهم بالضبط بالعربي. المهم هي كربوهيدراتها كلش قليلة، أكلتها واستمتعت بها، طعمها جدا منعش وطيب. ما ضفت لها أي شيء، لا عسل ولا شكر ولا أي شيء، مثل ما قلت لكم قاطعة الشكر نهائيا من البيت. وأطفالي حبوها كلش كلش، حبوها هذه الطريقة واعتمدناها بالبيت، وما قمت أسوي الآيس كريم بأي طريقة أخرى غير هاي. أنا هيك دا أشارككم كل الأفكار الصحية اللي ممكن أسويها بحياتي. أنتوا أيضا شاركوني بالتعليقات أفكار جديدة صحية ممكن ندخلها بحياتنا تفيدنا وتفيد أطفالنا. يلا باي.